نجوم دوري نجوم قطر. كرة خطيرة جدا لفريق الجيش والهدف الأول. الهدف الأول للجيش، الهدف الأول للجيش عن طريق فاغنر. إذا اللاعب فاغنر رينان ريبيرو يفتتح باب التسجيل في 3-4 دقائق لعب في الشوط الأول. المباراة تبدأ بقوة والنتيجة هدف أول لفريق اللواء ويكون الفريق القطري. هل رفض الهدف؟ أين الكرة؟ هذه الكرة الأخيرة لفريق الجيش، كرة خرجت للزياني اللي يلعب الكرة. وهنا صورة المباراة، فماش اوفسايد طبعا ننقله من استوديوهاتنا هنا. هذه الكرة الأخيرة وكرة محاولة وفرصة للهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق الجيش عن طريق اللاعب ريبيرو. إذا كما قلت ممكن اللحظات سبقت هدف في البداية وهدف في النهاية، ورسميا نبارك للجيش تفوقه في مباراة هذا المساء 2-0. ما عنديش النتيجة في نفس الوضعية لا لفريق الجزيرة اللي خليته في الشوط الأول متقدم على تبريز 1-0، لكن شكل الجيش باش يعدي الحدود من هذه الأمسية والصارة. فماش اوفسايد، كرة ممتازة، كرة ترجع مرة أخرى للجيش 3-0 نتيجة كبيرة، وبالفعل هدف الثالث بنتيجة كبيرة. هاتريك لرجل مباراة ريبيرو، رجل المباراة ريبيرو. نتيجة قاسية وكبيرة برشا الآن على الشباب. اوكي مترشح الشباب للدور الثاني، لكن الشباب يدافع عن سمعة وعراقة في كرة آسيا، يلعب ماتش الآسيوي رقم 48، ثم هو يدافع عن كرة سعودية عريقة. أدريانو الغايب يفرح، يغيب أدريانو يحضر ريبيرو. هو الهدف الثالث من ريبيرو، الباس ممتاز جدا، كنترول وقناص. ريبيرو يسجل الهدف الثالث، هاتريك لرجل الأسبوع في الشامبيونز ليج الآسيوي. هذا هو الهدف الثالث من اللاعب ريبيرو. شوف الكنترول ممتاز، التوزيع أو التمريرة كانت بالملي، ثم حقيقة ممتازة جدا الكنترول وركل